بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وبك أستعين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فأهلا بكم أيها الأخوة الكرام مع ديوان الوراق. كما عودناكم نحن في بداية كل حديث أن نجول في الكلام على بعض معاني الأدب في حياتنا، وأين التقينا به، وإلى أين نحن سائرون، وكم بلغنا من الأدب التي هي إكسير الحياة وسبيل التواصل والتقارب فيما بيننا، وهي لرفع العلل وكل الآلام التي بيننا، وهي السبيل حقيقة إلى إدامة المودات وإدامة الثقات فيما بيننا، وحديثنا المتواصل الكريم رفيع المستوى الأدبي اللطيف العذب الذي يسترق القلوب وتستكرمه الأسماع، ويحب الإنسان أن يعاوده حينا بعد حين. هذه الحياة الأدبية، هي معرفة الحياة. والأدب هو في تعريفي أن معرفة الحياة وكيفية التعامل معها قولا وفعلا. معرفة أسرار الحياة، معرفة حقيقة الحياة، ماهية الحياة، وكيف التعامل معها، كيف على أي سبيل من القول والفعل، حتى حركاتنا وسكناتنا، حتى ميولنا، حتى لحظك فيما تلحظه، حتى نطقك ونفسك، كل هذه، كل ما فيك كله أدب. فلذلك نحن دوما في حلقات العلم أحث على 3 أشياء. أقول إن طلب الإنسان العلم في الحياة يوما، وحبب الله إليه الكتب وسماع العلماء، فقد زكاه الله على غيره ورفع من قدره وقربه نحو كمال الإنسانية. فليعمد إلى 3 أشياء. أي مشروع إنساني نبيل اليوم تطمح إليه النفوس، يجب أن يكون في مخيلة الإنسان أول ما فيه الأدب، يتأدب مع هذا الذي هو بصدده، مع هذا الذي حبب إليه، الذي أصاب شغف قلبه أيا كان، في معاشرة أهل العلم، ومعاشرة أهل الثقافة، ومعاشرة أهل السياسة والخطاب، ومعاشرة أهل الفتوى والصلاح والمربون اليوم في عالمنا اليوم. ولا أخلي نحو ساحة هذه الدواوين هذه التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البلاد ومثالها، لا أخليها من هذه المعاني الجميلة. كل ما في دواويننا لله الحمد هي المنابع اللي هاتيكم الصور الجميلة التي أنا ذكرتها، من مرب وعالم وسائس، ومن ناصح ومستشار، ومن خبير ومجرب. كل هذه الأشياء تستوعبها الدواوين هذه التي أقول لا مثيل لها بالتاريخ. ديوان الاجتماع بين الدواوين، الزيارات هذه واللقاءات، وصول العشرة بيننا في بلادنا هذه، أقول لا مثيل لها بالتاريخ. والله أنا قلبت كتب التاريخ والأمم ما وجدت مثل هذا، ما وجدت مثل هذا الذي يجتمع فيه الناس ويقولون ما يشتهون، ويجالس الفقيه الفذ، يجالس العامي والعبقري المختص، يجالس من ليس له صلة لا بالكتب ولا بالعلوم، تجتمع الأضداد من النفوس والأخلاق في آن واحد، ويمتزج هذا بهذا، ونضرب ضربا من أصول التعامل والتواضع في هذه الحياة. كل هذا تحت سقف الدواوين العامرة، بشرط أن تستغل استغلالا كريما شريفا. تستغل استغلالا كريما شريفا. أول ما يعمد إليه الإنسان الأدب، أن أتأدب مع هذه المجالس، وأتأدب مع أهلها، ولا يكون أدبا إلا بالوفاء معها، ثم ينتقل إلى الصبر عليها. الصبر عليها، أدب وصبر، آخر شيء فائدة. يقول لي أنت الواحد يتعلم من
الإنسان الخبير والإنسان من العالم ويصاحبه ويدرس عليه، أقول نعم، آخر شيء من العالم الذي تقرأ عليه وتحضر عنده وتقصده، آخر شيء الفائدة. أول شيء الأدب، ثاني شيء الصبر. ما في صبر، ما في صبر خرج من العلم شرير، خرج من الأدب مع الناس شرير، وأخذ منهم السوالب وترك الواجب، ولم يعرف قيمة وتثمين هذه العلاقة مع الناس. فلله الحمد، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المجالس وهذه اللقاءات، وإن قلت فحلاوتها بقلتها. وأنا أقول دوما سر النزهة وفرح النفس وبهجة الحياة بالإقلال من اللقاءات، بالإقلال من اللقاءات وتجاذب الحديث لتظهر ثمرته ويحلو لونه ويعذب طعمه عند الإنسان. لأن إذا أدام على هذا هجم الملل على طبع الإنسان، ومن شأنه أن يهجم، من شأن الإنسان أن يهجر. وإذا هجر الإنسان وغاب عن العين الأليف المألوف المحبوب، إذا غاب عن العين غاب عن القلب. ولا يلبث الهجران أن يقطع الهوى، ولا يلبث الهجران أن يقطع الهوى إذا لم يطالع آلفا أو يطالعه. ولا يلبث الهجران أن يقطع الهوى إذا لم نطالع آلفا أو يطالعه. ثم يفتشان عن شيء ثاني غير لا، نريد أن نتأدب مع كل الناس واترك كل مجلس دخلته وكل بيت قصدته، اترك فيه أثرا ترجع إليه ولو بعد حين. اترك فيه أثرا ترجع إليه ولو بعد حين. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تجعل الأشياء تصير بك إلى الوحشة والبعد والنفرة، وإلى أن لا ترى هؤلاء الذين جالستهم يوما. ما أحسن الوفاء، والله ما أعذب الوفاء، وما أكمل العهد مع الناس، وما أرفق الإنسانية في الصحبة، وما أكمل العقل في إدامة المحبة، وما أجمل الخلق في هذه النواحي لا في غيرها. يجي الخلق يظهر في هذا. أي خلق للإنسان إذا لم تفح رائحته في الصحبة واللقاء؟ أي خلق للإنسان؟ في التعامل. قال ابن سيرين رحمه الله: المسلم عند الدينار والدرهم. المسلم في اللقاء والتعامل والتعاقد. وفي الوراق زهرة الأوراق في هذا الديوان أحسن ما كتبه، لأن إذا لما يتكلم عن الصاحب ولقاء الناس سبق الفلاسفة في هذا، يسبق الفلاسفة في هذا، لأنه ذاق كثيرا وجرح وطعن كثيرا في هذا، فاكتسب خبرة. ليست هي الخبرة هذه التي نحن نسميها أنا عرفت ولما أعرف سأبقى يعني على ثورة مضادة لهذا الذي أعرفه، وأقضي بقية حياتي على الانتقام والدحل وشفاء النفس. لا لا لا، رفعة الإنسان وفوقيته في الحياة أن إذا عرف الشر عرف كيف يتعامل معه، ولا يناصيه أو يقابله بالضد. معرفة الشر هو أن تعرف كيف تتعامل مع الشر. اليوم نحن نعرف الشر ونعرف السوء ونعرف الرذيلة، ثم لا نحسن التعامل معها. الأفكار اليوم تهجم علينا وتفتك فيما بيننا، أفكار غريبة علينا ليس لها أصل، ما أنزل الله بها من سلطان. نحن نستوردها ولا نعرف كيف ننزلها ولا نتعامل معها. إما نتعامل معها بالطبع المضاد، هذا الشيء الإقصائي الطردي العكسي المناهض 100%، أو نتغافل عنها ونتشاغل عنها بالكل. لا، لابد أن نتعامل معها. ليس احنا بموضع إفحام نفهمها ويفهمنا، أو نسكتها وتسكتنا أو غيرها من هذه الأشياء. لا، نتعامل معها.
كل هذا الذي أقوله يدور حالة واحدة وجو واحد، وهو أدب سياسة الناس، أدب سياسة البشر. كيف تسايس الناس، كيف تعاملهم، كيف تخالطهم، كيف تهجرهم، متى تهجرهم، متى تقاربهم، متى تحبهم، وإذا أحببتهم على أي قدر تحبهم، أو إذا كرهتهم على أي قدر تكرههم. أنا أريد أن لا تكون طباعنا هي التي تحكمنا، طباعنا تحكمنا، والذوق والمزاج هو الذي يسيطر علينا، وسبيل الأدب أن يداوي هذه النواحي، يداوي هذا ويبرد هذه النواحي التي بالإنسان، سبيل الأدب. في الوراق كلمات جميلة في هذا الذي ذكرت في لقاء الصاحب ونحوه، قال: وكنت أخي في صحبة قديمة وعهد سابق مع إخوان له استغنوا، أصابوا ملايين، دخلوا في سوق مش عارف ايش، وبعدين هو بقي على حاله، بقي كما هو، يعني مو فقير، ما يسر الحال، لكن في شيء اسمه ثري، في شيء ثري. طبعا الغنى مفهومه الآن في هذا الزمان هو الغنى، الثراء هو تقليب الأسواق والعملات ومشاركة المؤسسات والمشاريع وغير ذلك، ولا يطلق على هذا فيما دون المليار ومدون الملايين على الأقل ما يقال. ليس الغنى ذاك الذي نصفه نحن كما نصفه بالاصطلاح الإنساني وبالاصطلاح الفلسفي وغيره، اللي هو الغنى ما تكفيك من سد خلتك وحاجتك في الدنيا وتقضي مآربك في يومك وليلتك. وليس الغنى الأمثل ذاك اللي هو غنى النفس، يقولون لا ليس هذا. الغنى الغني اليوم هو الذي يملك الملايين، يملك المليارات. وعلى الذي يملك المليارات نحن لسنا في شأن الذي يملك المليارات، نحن في شأن قلب هذا الذي يملك المليارات. ممكن يكون قلبا أديبا، قلبا كريما، ممكن يقول قلبا زاهدا صالحا ورعا، ممكن هذا، نعم ممكن في هذا الزمن، نعم يملك مليارات وممكن قلبا ورعا وزاهدا، ممكن. ولا يملك مليارات ولا عنده شيء من هذا القبيل وقلبه موحشا مخوف خطر، يعني مستعد فيما لو وقع بيده هذا صنع ما صنع. فسئل أحمد رضي الله عنه في هذا، قال: هل يكون من يملك ما يملك هكذا يكون وليا وزاهدا؟ قال: بلى، قد يكون هذا بشرط أن لا يسخط على القدر إذا أضاع هذا المال، إذا ضاع منه هذا المال، إذا فقد هذا، إذا افتقر في يوم من الأيام، لا يسخط على القدر، لا يعترض على القضاء، هكذا يمكن هذا خطاب خاص لبعض الأحبة. وكنت أخي أيام عودك يابس. العود اليابس يعني اللي حالتك عادية على المعاش، ما في شيء ثاني، عودة يابس طبعا. متى إذا عنده مشروع العصر ولا بالليل ولا هو يشتغل 3 دوام، مثل اخواننا بعض العرب يشتغل 3 دوامات 4 دوامات، معاش مني ومعاش منك يعني العود اللين اللي مدخوله اكثر من شيء واحد، عنده مدخول هنا ومدخول اخر، وعنده استثمار وعنده شيء يتاجر به وهكذا، ولا يبتئس ولا يحزن فيما لو فقد إحداها أعانته الأخرى في هذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى فتح عليه. وكنت أخي أيام عودك يابس، فلما اكتسى واخضر صرت مع الدهر. شلون يصير مع الإنسان مع الدهر؟ الإنسان مع الدهر لأن إحنا نقول الأيام ضد الإنسان، هذا حق، هذا واقع. الأيام ضد الإنسان، بل الدهر عدو الإنسان. ما رأينا أحد أدام البهجة على قلبه ولا أدام حسن الظن بالأيام. عاقل إن كان عاقل، أنا حديثي مع العاقل، إذا عقله فيه شيء، إذا في نظر عقله هذا شيء ثاني،
كلامنا الأدب مع العقلاء. ما أظن واحد يحسن الظن بالأيام لما رأى من مصاريعها ورأى من تبدلها ورأى من أكدارها الألوان هذه العجيبة، والدهر أبو العجب. فإذا انتقل إلى أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخشى ما يأتي به القدر، المشكلة هذه عويصة. فإذا ما تغير الدهر، ما تغير دهر الإنسان، إذا عوده لين، وإذا تغير دهر الإنسان إذا عوده يابس. هذا يعني أن القوة بتغير الدهر عليك والبلية. إذا في بلية، إذا في أذية بالدنيا، فأنت عودك يابس، عودك يابس. وإحنا رأينا الأيام هذه اللي قبل الأجيال هذه في السبعينيات والستينيات التي عايشناها، هذه عود الإنسان فيها أيبس من هذا الزمان، أيبس من هذا للحرمان الذي بيها. أنا أذكر ندخل المطبخ ثلاجة فاضية بالسبعينيات، ثلاجة فاضية، يعني أغلب البيوت أعتقد ثلاجة فاضية، ثلاجة فاضية. مو كل وقت يدش ياكل، مو كل وقت يدش. ومواطن الأنس وأجواء الترويح محدودة معدودة، وليست تحت إمرة الإنسان ولا متنفسه. كل هذا. وكيف حال الإنسان في تلك الأيام؟ أعلى أرفع وفاضل، إنسان فاضل نبيل أصيل، ليس بالمعنى لكن أحسن من هذا الزمان، أحسن من هذا الزمان. وعلى أن ذاك الزمان يمدح فيه من قبله، وهكذا وهلم جرا يمدح فيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزداد الأمر إلا إدبارا والدنيا إلا سوءا، وخير القرون قرني وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يعني إن شنو؟ إن هذا الزمان أحسن من الذي بعده، وهلم جرا بالتتابع إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان يقع في نقص. الاعتبار من هذه الناحية أنك تعرف أن هذا الزمان إذا تغير للأسوأ ولم تتخذ الإجراءات الدينية اللازمة هذه وسياسة الأخلاق النفسية القويمة هذه التي تفرض عليك أن تميل كلما مال الدهر، تميل كلما مال الدهر، وتنبه تفطن للأيام أن هذا اليوم الذي أنا به ليس كالأمس، ليس كالأمس. فأنا فيه أشد ورعا وأقل تناولا لما في الدنيا، وأقصر لقمة. إن كنت أكل أنا سفد أمس ولا أكل طعام وأملأ معدتي، اليوم لابد أن أقلل من هذا. ولكل حقبة من الزمن، لكل عمر من الأعمار غذاؤه ونفسه وصحة وعافيته. لا يجوز أن تأكل كما كنت تأكل إن كنت يا ابن 50. أنت لابد أن تأكل مثل ما كنت تأكل 40، كنت تأكل في 30. ثم التنبه للعادات هذه التي لا يشعر بها الإنسان، وأنت على عادتك التي تقتلك ولا تشعر بها أنت. نفس الطعام هذا اللي تأكله من 10 سنوات خطر عليك هذا، فلست كما الحال قبل 10 سنوات. أهل الفيزياء يقولون أن السمع يقل عند الإنسان بعد 25 سنة من النضوج، من البلوغ يقل السمع بعد 25 سنة، والبصر يقل بعد 25 سنة بنسبة 25%، بنسبة 25%. يعني هذا اللي يسمونه 200 سيبل، هذه للأصوات 200 سيبل قد تصل عند الإنسان فيها إلى 100 سيبل، 100 سيبل بس، هذا حده. وهذا في أجهزة لم تخرج أصوات ما يسمعها ابن 40. اليابان أجهزة تخرج أصوات، هواتف نقالة تخرج أصوات، ابن 40 ما يسمعها ابن 39 يسمعها. اي والله العظيم، والله هكذا كما أقول لكم. وأضواء ولا يراها بهذا البعد، ابن 50 ما يراها الضوء هذا بسبب ما فقدوا هذا. وهلم جرى خلايا المعدة والهضم والبيولوجي الإنسان ما فيه سيكولوجية تامة، إن لم يلتفت إلى أنه تغير هذا. إياك
ترمي اللقمة التي كنت ترميها أنت يا ابن 50 كنت ترميها فيما سبق. إياك خطر على الإنسان. والطاقة والسرعة، سرعة حتى مشيك، سرعة مشيك يقل 25% سرعة مشيك، وهو يظن أنه يقدر على على هذه السلالم يصعدها. كان العقاد رحمة الله عليه يسكن في الدور العاشر يسكن في الدور العاشر. فيقول رحمه الله، وهو شيخي فوزي فضل، شيخي، فيقول كنت أعرف عمري من طاقتي في صعود السلالم. عرفت عمري من طاقتي في صعود السلالم، يعني كنت أخذ 5 طوابق 6 طوابق وأنا مرتاح. الحين طابق واحد وهو عاش 80 سنة تقريبا، 80 سنة عاش. آخر أيامه ما كان يكمل، يشيلونه يودونه فوق، أو ينزل بالشهر مرة وكل دور يسولف فيه نص ساعة، يحط له كرسي يسولف فيه، يلا يوصل. شوف العتاب الرفيع المستوى، شوف وافد الكلمات الجميلة. وكنت أخي أيام عودك يابس، فلما اكتسى واخضر صرت مع الدهر. لعمرك لو ذوقتني ثمر الغنى، أذقتك ما يرضيك من ثمر الشكر. ما أين تجد من يملح الكلام وينمق العبارة على أجمل ما سمع؟ قرع الآذان. والله إن لأحلى الطعام لذة في المعدة، ولأحلى الكلام الفصيح الجزل حلاوة أشد من حلاوة الطعام. حلاوة بالآذان، حلاوة بالأسماع. فيقول أنت هضمت حقي وهضمت أدبي الذي تعرفه، ومثلك لا يخفى عليه هذا. لو أذقتني شيئا من كرم الغنى الذي بك، يعني لم تغير عليه. هو الكريم الذي هو إذا أصابته نعلة ما يتغير، والأصيل الذي إذا ولي على الناس ما تبدلت أخلاقه، أصلا هكذا. اللي تغير هذا فيه نظر في أصله وفي فصله هكذا. قال لو أذقتني شيء من هذا لأسمعتك الكلام الذي يرطب في أذنك ويغير حياتك. نعم والله الكلام يغير الحياة، وإن الكريم بالمديح يسعد بهذا هكذا. حب الثناء طبيعة الإنسان كما يقال قديما. لعمرك لو ذوقتني ثمر الغنى، أذقتك ما يرضيك من ثمر الشكر. فلو نلت ما يغني بك اليوم أو غدا، أنلتك ما يبقى إلى آخر الدهر. فإيش اللي تعطيني؟ تدعوني إلى مجلسك وبيتك وقصرك، أو إلى نزهتك في الأرياف والشاليه وغيره. هذا يوم أنا أسطر فيك ما يبقى على الأيام، حتى يقولون فلان صاحب الكريم الذي مدحه الشاعر وكتبت عنه الأقلام، صنع يوما فضبط التاريخ ودون الأمر وسرع على مدى الأيام حتى قرأه من بعده هكذا. أيوة أملح هذا، الملح اللي وضعته في بطن من دعوتهم ثم خرج ولم يلبث، أما الأيام اللي تبقى على الكلمات تبقى على الأيام. لا شك هذه النعمة القصوى والغاية العليا. قال فلو نلت ما يغني بك اليوم أو غدا، أنلتك ما يبقى إلى آخر الدهر. ألم ترى أن الفقر يرجى له الغنى؟ دير بالك تقول هذا ترى ما عنده شيء، أو ما تحسن الإصغاء إليه والاستماع له لأن حالته فقد يرفعه الدهر ويخفضك أنت، ولا يكتفي الدهر بهذا، بل قد يلجئك إليه يوم يقول لك روح أنت محتاج له، اللي ما كنت تلاقي وجه هذا ممكن. وقد حصل ورأينا وقد يخدمك الأقوام وتأتي في يوم ما تخدم الأقوام. يقول فلو نلت ما يغني بك اليوم أو غدا، أنلتك ما يبقى إلى آخر الدهر. ألم ترى أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الكفر؟ أن الغنى
يخشى عليه من أسوأ الأخلاق. ما في أسوأ الأخلاق أسوأ من أهل الكفر عياذا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جن الليل استعاذ ثلاثا، قال اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، يقولها 3 مرات. لأن هذا قرين هذا. ليس المقصود الغنى أن يكون ضد الفقر، لا، أن يكون غنيا ولا يعرف شكر الله سبحانه وتعالى ولا نعمته فيكون بهذا فقيرا. حقيقة الفقر هذا، لأنه يكون محتاج عياذا بالله ونفسه تطمع جائعة. إيش يكفي البطن ملآن والعين جائعة، كما يقول شاعرهم قديما: في العين فضل ولكن ناظر العين. قالوا خذ الفضل من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين. لا زال المعدة ممتلئة والريق ناشف، كيف يشبعه؟ هذا لا سبيل لإشباعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.